أذكر نيافة الأنبا غريغوريوس، كنا في مؤتمر في سويسرا في السنتر بتاع الأرثوذكس في جنيف، في منطقة جنب جنيف شامبيسيه. وبعدين واحنا في صالة الأكل لقيت سيدنا أنبا غريغوريوس عينه على الحيطة كده بيبص مدة طويلة. بقول له: يا سيدنا بتفكر في إيه؟ قال لي: بص كده. قلت له: إيه؟ قال لي: تخيل كده الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع. مين من الملائكة أو رؤساء الملائكة أو كل الطغمات السمائية يقدر بس عينيه تتركز على المسيح؟ أما الست العذراء شايلها في أحضانها واخدها في حضنها. إيه مدى العظمة التي لأم النور وقد صارت عرشا لكلمة الله المتجسد. ولا مش قادر أتخيل لما أطلع فوق كده ونشوف الست العذراء وقد صارت عرشا، أو زي ما بسميها الكنيسة سماء ثانية. إيه العز والعظمة اللي أخدتها من خلال خضوعها لكلمة ربنا وقبولها للتجسد، وصارت حاملة لكلمة الله المتجسد. وبعدين حكى لي قصة لطيفة ما بنساهاش. قال لي في يوم من الأيام راجل إنجليزي راح يزور صاحبه، فقعد دخل، وبعد ما دخل البيت بص كده للسقف وعينيه على السقف مش عايز ينزله. فصاحب البيت بيقول له: مالك؟ قال له: أنا مش عارف إيه اللي جرالك. بيقول له: إيه؟ قال له: في بني آدم ياخد كرسي يعلقه في السقف. إيه يعني؟ أنا مش فاهم أنت إيه اللي بتعمله ده. ليه معلق الكرسي في السقف؟ قال له: أحكي لك حكاية الكرسي. قال له: في يوم من الأيام أو اليومين دول يعني مرت فيكتوريا أو الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا، طبعا كان في الوقت ده سلطانها، يقولوا عن بريطانيا في ذلك الحين التي لا تغرب الشمس عن أرضها طول اليوم من أقاصي الشرق لأقاصي الغرب. فقال فيكتوريا دي تعودت هذه الملكة وهي طالعة في المركبة بتاعتها في أي وقت تقف وتخبط على أي بيت، وبعدين بعد ما يفتحوا تقول: أنا عايزة كوباية شاي. فتقعد تشرب كوباية شاي فتفرح قلب الناس، ملكة بريطانيا جت شربت عندي كوباية شاي. فقال له: فوجئت إن الملكة خبطت على الباب ودخلت وقالت لي: أنا عايزة كوباية شاي. أنا طبعا ما كنتش مصدق نفسي إن ملكة بريطانيا تدخل أوضة بيتي وتشرب كوباية شاي. فبعد ما شربت الكوباية واستأذنت ونزلت، قلت: الكرسي اللي قعدت عليه الملكة لا يمكن مطلقا أي إنسان تاني يقعد عليه. فحطيت الكرسي في السقف عشان ما حدش يقعد عليه، لأن ده كرسي الملكة. فقال لي: إذا كان هذا الرجل لما ملكة مصيرها ترجع للتراب، لما قعدت على كرسي ما حبش بني آدم يقعد على هذا الكرسي مرة أخرى. أمال تبقى الست العذراء اللي صارت كرسي لكلمة الله المتجسد، يبقوا السمائيون يتطلعوا إليه ويقولوا إيه عنها؟ مش ممكن. سيبوكم من كل اللي بيتعمل، التماجيد والتسابيح اللي بنعملها هنا، ده يقفوا الشروبيم والسرافيم يقولوا: إيه اللي بيعملوه ده؟ ده لو يشوفوا العذراء دي عندنا شكلها إيه، كل اللي بيعملوه ده ما يسويش حاجة قدام الأمجاد المتوضبة ليها واللي تمتعت بيها. أحبائي، يصعب على لسان بشري أن يتكلم عن حب الله الفائق للبشرية والذي تجلى في أروع صوره في شخصية العذراء أم النور.
دايما نتكلم عن العذراء انها العضو الامثل والاول في كنيسه المسيح، وما بنعتبرهاش غريبه عن الكنيسه وما بنعزلهاش عن الكنيسه، لكن نسميها الموديل بتاع كل واحد وكل واحده فينا. لكن الحقيقه انا اقدر اقول نضيف عليها انها العضو الامثل في غنى نعمه الله الفائقه التي أعطيت للبشرية لكي يتمتعوا بالأمجاد الإلهية. أحيانا الواحد يبص كده يقول ياه، إيه المجد اللي خدته أم النور؟ طب ما تبص جواك وتسمع صوت ربنا يقول لك إيه؟ ملكوت الله في داخلكم. ملكوت الله إيه؟ في داخلكم. يعني صحيح هي أخذت حاجة فريدة، لكن إيه رأيك في الأمجاد الموجودة جواك؟ ولاد ربنا لازم يبقوا فخورين بغنى المجد المعطى ليهم في أعماقهم في الداخل. المرتل لما يتكلم عن خائف الرب يقول عن خائف الرب أنه ممجد وغني، ممجد وغني وقلبه ثابت لا يتزعزع، في المزمور أظن 112. نفسي يا ربي كل إنسان في العالم يلتصق بيك ويتمتع بمخافة ربنا ويكتشف الأمجاد اللي في أعماق قلبه فيعيش مملوء فرحا وتهليلا. وتبقى النهاردة واحنا بنعيد عيد الست العذراء نقول ده عيد نعمة ربنا الفائقة لكل واحد وكل واحدة فينا. لما نقول أمجاد عجيبة أو عظيمة قيلت عنك يا مدينة الله، طبعا نطلب أولا بنبص لأم النور، ولكن أيضا فكرك بقي مدينة الله، وقلبك بقي مدينة الله، ونفسك بقيت مدينة الله، أورشليم الجديدة الداخلية التي يشتهي السمائيون أن يتطلعوا إلى بهاء المسيح الساكن فيك. هنقعد نعلم العيال الصغيرين نقول حبيبي رب المجد يسوع فين؟ يقول رب المجد يسوع في قلبي. كلام ولا جد؟ كلام ولا جد؟ لو جد يبقى أنا أيضا أحترم ملكوت الله الساكن فيا. كنت النهارده قاعد أقرأ حتة الذهبي الفم عجبتني، يقول ولاد ربنا خائفوا الرب بيحبوا الفضيلة ليس من أجل المكافأة ولا من أجل الكرامة ولا من أجل المجد اللي هياخدوه سواء هنا أو في الحياة الأبدية، ولكن لأنهم في الداخل يحبون واضع الوصية فوق ما يتخيل العقل. يقولوا له احنا مش جايين ننفذ وصيتك علشان تدينا حاجة، ولا عشان نهرب من نار جهنم، ولا علشان نتمتع باللي انت بتوضبه لنا، لكن يكفينا نحن بنحبك. أحبائي، عيد أم النور الطاهرة مريم يلهب في قلبنا في الداخل شوق حقيقي للحب نحو المسيح الساكن فينا. أم النور تعتبر أيضا موديل جميل ونموذج حي لكل واحد فينا. لو جبنا واحد كده يدخل مع الست العذراء وهي داخلة بعد ولادة السيد المسيح دخلت الهيكل، نقول نعمل ايه؟ نعمل ريبورت كده عن دخولها الهيكل وهي شايلة المسيح. لو الواحد كده اتفتحت عينيه وشاف المنظر يقول ياه، ده وهي داخلة الهيكل
الملائكة اللي كانوا ماليين الهيكل سابوا الهيكل وطلعوا يجروا يسجدوا قدام الطفل رب المجد يسوع. ولعل هذا المنظر شافه سمعان الشيخ وقال هو ده اللي أنا مستنيه. مش ممكن اللي أنا مستنيه يكون أعظم من كده. الملائكة سايبة قدس الأقداس وسايبة القدس وسايبة الملاك بتاع المذبح الذهبي بتاع كل الأدوات المقدسة، طلع الكل يجري يسجد قدام هذا الطفل. سمعان تهلل بالروح وسبح ربنا وقال له انه فرحان. الآن يا سيدي اطلق عبدك بإيه؟ بسلام. مش ممكن هكون في سعادة أكتر من اللي أنا شفتها النهاردة. أمال لما تقابل معاك في أمجادك يبقى شكلك إيه؟ وحنا الأرملة اللي كانت تلازم الهيكل 84 سنة وهي أرملة، يعني سنها كام؟ مش أقل مثلا من حوالي 100 سنة. الست العجوزة دي الأرملة اللي ملازمة الهيكل نسيت إنها ست كبيرة وعجوزة، طلعت تجري تسبح رب المجد يسوع. إيه ده؟ ملائكة فرحانين، سمعان الشيخ فرحان، حنا النبية فرحانة، وبعدين سمعان يقول لها هفرح قلبك عشان انت فرحتي قلب الملائكة وفرحتي قلب الايه؟ قلبي وقلب حنا، وهتفرحي قلوب الأجيال اللي جاية كلها. ايه اللي فرح قلبي؟ قال وأنت يجوز في قلبك ايه؟ سيف. ايه رأيكم؟ هي فرحت قلوب الكل وبعدين يقول لها وأنت يجوز في قلبك ايه؟ سيف. ده يفرحها ولا يزعلها؟ قال وانا أطول أشارك مسيحي في الصليب بتاعه؟ ده أجمل عطية يدهاني، يجوز في قلبي سيف عشان أقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فالنهاردة واحنا عينينا على الأمجاد اللي اتمتعت بيها واللي لسه هتتمتع في يوم الرب العظيم بيها أم النور، نقول إنها اجتازت مع المسيح طريق الصليب. يا ترى وأنا كمان اجتاز طريق الصليب ولا بهرب من الآلام؟ ولاد ربنا يقول قلب الإنسان خائف الرب لا يتزعزع، ثابت إلى الأبد. عينيهم على المسيح صخرة الدهور ومتكئين عليه وسايبين العالم يعمل اللي يعمله، لا يستطيع أن يهز ولا شعرة من شعور رؤوسه. أعماقهم مملوءة بالسلام. أم النور أيضا يقدمها لنا الكتاب المقدس صورة جميلة للإنسان الصامت. صامت، كانت متفكرة بها به في قلبها. كل ما تشوف حاجة تقول له إيه ده يا رب؟ في صمت، فيش تعليق. تدخل كده في مخدعها وتقول له اشرق بنورك عليا. ايه العز اللي انا فيه؟ في حاجات مش قادر افهمها. على رأي الذهبي الفم يقول صحيح هي فهمت حاجات كتير، لكن حاجات كتير ايضا كانت مخفية عنها وكانت تلهج فيها، زي ما بيقول المرتل يلهج نهارا وليلا. اذا كان بيلهج نهارا وليلا في وصية ربنا، امال لما ربنا نفسه يجي وتبتدي عجائبه واعماله المجيدة منذ الحبل به الى يوم صعوده الى السماء، واقفة الست العذراء مبهورة في صمت باللسان، ولكن قلب يناجي ويتحدث وأذان داخلية تسمع صوت ربنا. أحبائي، مش عايز ألوم الجيل الجديد، لكن أقول إن الكنيسة النهاردة نسيت روح الصمت الهادئ والوديع.
مشاريع كتيرة وسيديهات كتيرة وكتب كتيرة وتلفزيون باستمرار، كل ده كويس. لكن هل يا ترى فيه القلب الصامت اللي يدخل في شركة مع الله؟ بزعل جدا ما ازور حد يقول لي اصل يا ابونا بقرا الانجيل مع سي تي في ولا مع اغابي. ومين قال لك ان اغابي وسي تي في دي تكفي؟ تدخل مخدعك وتفتح انجيلك وتقعد مع الهك وتعمل مطنياتك وتقرا مزاميرك وتقول له يا ربي هل يا ترى في حد تاني غيرك انت وانا عايشين كده في هذا الحب الفائق؟ الست العذراء مثل رائع وجميل، مش كانت بتتفرج على تي في، ده كان معاها كلمة الله نفسه المتجسد. ومع هذا كانت متفكرة به في قلبها. كل شوية كده تقول له أنا مبتلعة في الحب العجيب، الأمور اللي في حياتي فوق إمكانياتي. إيه اللي بتعمله معايا ده؟ ولا لسه هتشوف كتير. وشافت واتمتعت ورأت الكثير حتى الصعود، ورأت أيضا بعض الصعود حتى في انتقالها. شافت رب المجد يسوع جاي بملائكته عشان يحملها ويدخل بيها بعد نياحتها، يطلع بيها إلى مكان يليق به. عايز أقول لغاية النهاردة الست العذراء كل ما تقف قدام عرش الله وكل ما تفكر في عمل ابنها الخلاصي تقول كأنه لأول مرة أدوق هذا الحب الفائق. الواحد يشتاق يمشي ويطلع ونقعد كده في الفردوس الواحد مع الست العذراء، وكانت متفكرة به في قلبها. يا عيني على الكلام الكتير. أحيانا كده بقعد أقول يعني أتذكر كلمة ولو إنها صعبة لأبونا عبد المسيح المنهري، أبونا عبد المسيح الأثيوبي. دخل مرة في البطرخانة القديمة في مصر، وكان وهو قاعد يسأل بيكلم حد من الكهنة فالتليفون ضرب، فليه بيتكلم؟ بيقول له بيتكلم. طبعا ما كانش يوم ما راح الدنيا ما كانش لسه التليفونات ظهرت. بيقول له بتكلم مين؟ بتكلم حديدة؟ قال له لا خد اسمع. فراح يسمع عليه صوت انسان، راح ضرب التليفون قال له ده شيطان. طبعا مش بقول يعني ان بطل تليفونات، لكن صدقوني ياما تليفونات ضيعت سلام الكثيرين وهدوء الكثيرين. عشان كده ما بحبش الموبايل ده ابدا. بقول دي اكتر ضربه افقدت الناس هدوءها وسلامها وقعدتها الهاديه مع ربنا. بينفع في حالات كتير ما نقدرش ننكر، لكن اساءه استخدامه منتهى الخطوره. احبائي نفسي نعرف كيف نعيش مع الله في سلام حقيقي، لكن مش بقول ما نستفدش، بالعكس كل التكنولوجيا الحديثة بنستفيد منها، لكن نعرف كيف نعطي لكل شيء حق. قعدتي الخاصة لها ثمنها، وقعدتي في الكنيسة لها ثمنها، واستفادتي بكل التكنولوجيا الحديثة لها ثمنها، لكن لازم يبقى في بالانسنج أو موازنة في حياتي. ما يبقاش التليفونات، بستغرب ما واحدة تاخد تليفون تقعد 3-4 ساعات على التليفون. يا عيني عليها، عيني عليها. 3-4 ساعات تعمل ايه؟ تقدر تقعد 3-4 ساعات دول تصليهم؟ أحبائي كانت صامتة عاملة بالحب، في صمت كامل لكن عاملة. الكتاب طبعا ما ذكرش كل اللي قبله، لكن ضرب لنا مثل جميل ورائع، وهو لما حضرت عرس قانا الجليل، همست كده في ودن السيد المسيح قالت له ها ايه رأيك الخمر فض؟ قال لها يا امرأة مالي ولك ومالك، لم تأتي ساعتي بعد، عشان خاطرك حاضر. وراحت من غير ما هو يقول لها ايه تعملي، راحت للخدم وقالت لهم كل ما يقول لكم ايه افعلوا. لها دور. حتما كل الموجودين غير الخدم
الناس اللي بيخدموا يعني، ولا واحد شعر بالدور اللي عملته الست العذراء إلا السيد المسيح. يا ربي إيه دوري؟ ناس كتير عطشانة إلى خمر محبة الله الفائقة، ناس كتيرة محتاجة إلى حياة الفرح الحقيقي، ناس كتيرة تحتاج إن تتفتح عينيها وتقول بنورك يا ربي نعاين النور. أحبائي، فتاة كانت شبه مجهولة لم يسمع عنها أحد أو قلة قليلة جدا، إنسانة تقية تعيش مع خطيبها يوسف، وقد وضعت في قلبها أن تعيش بتولا لله وأن تكرس حياتها لخدمة ربنا. والدليل على كده لما الملاك قدم لها البشارة قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ لو كانت النية موجودة أنها هتتجوز ما كانتش تسأل هذا السؤال. فلو بصينا النهاردة للعالم بعد حوالي 2000 سنة من ميلاد السيد المسيح، والملايين من الناس في الشرق وفي الغرب يقفوا في دهشة قدام هذه الفتاة اللي استطاعت أنها تكسب أو تعمل لحساب الكثيرين وتصير أماً للمؤمنين. يقف الإنسان يقول إزاي هذه الفتاة استطاعت أن تأخذ هذه الصورة الجميلة اللي يقول عنها الكتاب، يقول عنها الكنيسة أنها أعظم من الملائكة وأكثر بهاء من الشاروبيم والسيرافيم. شخصية الست العذراء زي ما قدمها لنا الكتاب المقدس تكشف عن نقطة مهمة جدا في حياتنا، أن الله يبحث عن إنسان مقدس يعمل الله به. الله يبحث عن إنسان مقدس يعمل الله به وفيه. الست العذراء لم يكن لها مشاريع معينة ولا مباني ضخمة ولا خطط معينة، كل اللي في ذهنها أن تكون لإلهها تحبه وتعيش معه وتتمتع بالشركة معه. من أجل هذا الحب البسيط احتلت هذه المكانة العظيمة. أرميا النبي كان يشتهي أنه يخدم ويشتهي أن يشوف شعبه في صورة رائعة، ودموعه كانت لا تجف. وكان سؤال ربنا الوحيد ليه أو الأكثر أهمية في أرميا 5 الأصحاح الأولاني، أرميا 5 الآية الأولى، العبارة المشهورة اللي نطق بها ربنا مع أرميا، أنه طلب منه أن يبحث في شوارع أورشليم وفي ساحاتها لعله يجد إنسانا واحدا، إنسان يعيش كما يليق، يحب الحق ويتمتع بالبر، فيصفح الله عن المدينة كلها. بلا شك أن في كل جيل من الأجيال ربنا بيدور على نفس مقدسة. من أجل هذه النفس ربنا يبارك، مش عايز أقول البيت ولا الكنيسة المحلية، ولكن من أجل هذه القلة القليلة الله يعمل في العالم كله. سيرة العذراء مريم تدينا في أعماقنا دافع قوي لكل واحد وكل واحدة فينا إن يسأل ربنا ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ والإجابة منتهى البساطة، إنك تعيش فيما هو للرب، إنك تعيش فيما هو للرب. ولذلك مع كل عيد للست العذراء كل واحد فينا يراجع حساباته، يقول له هل ممكن يا ربي أعيش كما يليق
كابن أو كبنت ربنا، فمن أجل هذه الحياة المقدسة مع ربنا يعمل في الكثيرين. كلنا بلا شك نشتهي أن نرى العالم كله يتمتع بالخلاص، وكلنا يتمنى أن في يوم الرب العظيم ما فيش نفس واحدة تضيع، كل النفوس تلتقي مع ربنا على السحاب وتدخل إلى الأمجاد الأبدية. والسؤال: طب وأعمل إيه من أجل هذا العمل؟ الرد بسيط: أن تتقدس لله. أحبائي، هذه الفتاة كانت موضع اهتمام ربنا أولا، وسجلت أحداثها تنبئ عنها في العهد القديم بصور كثيرة. يكفي أن أول وعد أعطي للبشرية: نسل المرأة يسحق رأس الحية. ومن هي هذه المرأة إلا الست العذراء البتول التي ولدت السيد المسيح وسحق رأس الحية. الست العذراء أخذت هذا الوعد قبل خلقتها، مع بداية الخليقة بعد السقوط مباشرة. الست العذراء تمتعت بهذا الوعد الإلهي: نسل المرأة يسحق رأس الحية. أحبائي، يا ريت كل واحد فينا يرفع عينيه ربنا ويقول له: يا رب، نفسي زي ما أنت اخترت أم النور وقبلت أنها تكون أما ليك، هل ممكن أن أنا أكون ابن أو ابنة ليك وتسكن في أعماق قلبي ويكون لي دور قوي في حياة وفي خلاص الآخرين؟ ربنا يشتهي أن يعمل بيك، ويعمل بالصغير ويعمل بالكبير. لما بنسمع عن نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية، ندرك، أقدر أقول، تقدير الله العجيب لكل إنسان. يشتغل في كل الأجيال، ويشتاق أن يرى في كل الأجيال أناس يشتغل بيهم. وشغل ربنا كتير، وكل واحد ليه دور يختلف عن دور الآخر، ولكن الكل يعمل من أجل خلاص البشرية حينما نسلم حياتنا في إيديه ونقول له: هانذا يا رب فارسلني، زي ما قال أشعياء النبي. أحبائي، في المزمور أظن 112 بيعتبروه من مزامير التهليل الخاصة بالفصح. يقول إيه المرتل؟ يقول المرتل عن ربنا إنه أخذني من المزبلة وأقامني لكي أجلس مع أشراف شعبه. المزمور ده كان بيتقال في عيد الفصح، وعينين كل المتعبدين على الله مخلص شعبه. وإزاي ما كانش ممكن لا لموسى ولا لهارون ولا لإنسان ما أن يقوم بهذا الدور، ولكن المخلص الحقيقي هو الله نفسه اللي أنقذ شعبه من عبودية فرعون. واحنا بنسبح ربنا ونقول له: يا رب، ايه الخلاص الجميل ده اللي عملته مع شعب بني إسرائيل حين أخرجتهم بيد قوية وذراع رفيعة، وحولت الطبيعة لكي تعمل لحسابهم على غير طبيعتها. البحر المفروض يغرق بأكثر صلابة من الأرض، وبيه هو الحامي للشعب وهو بيعدي، وهو المدافع عن الشعب عشان يعدي، وبعد كده ممكن يغرق العدو بتاعه. الله اللي اشتغل بهذه القوة بآيات وعجائب كثيرة،
نقف كل واحد فينا يقول له يا رب أنا في المزبلة ما أقدرش أعمل حاجة، تراب ورماد زي ما قال إبراهيم أب الآباء، لكن أقول مع إبراهيم قد شرعت أن أكلم المولى، أكلم إلهي، وأنت طريقتك تاخدني من وسط المزبلة وتقيمني لكي أعيش على مستوى الطغمات السمائية مع أشراف شعبك. أخطر ضربة يضربنا بها عدو الخير أننا نتهاون أو نستخف بالدور اللي خلقني ربنا من أجله. إذا كان هو خلق القديسة مريم لكي تكون أو يكون لها دور كبير حتى السمائيين يقفوا في دهشة قدام هذا الدور العجيب، لكن أحبائي الله يريد أن يعمل بيك. ربنا يحب يعمل بكل واحد فينا، لكن ينتظر ان احنا نقول مع أشعياء هانذا يا ربي فارسلني. ربنا يشتاق ان يشتغل بينا ويكون لنا دور جميل. هذا حلو مكان. يا ريت كلنا نعلم انفسنا ونعلم ولادنا حتى الاطفال الصغيرين ان يكون ليهم دور لحساب ملكوت الله. تصور كده لما الواحد يقف وعياله جنبه ويقول له يا رب اذكر خلاص الناس اللي في اقصى الصعيد والناس اللي هاجروا والناس اللي نعرفهم والناس اللي ما نعرفهمش، واذكر حتى الناس اللي في السجون التعبانين سواء المظلومين او اللي ارتكبوا جرائم. نفسنا كل العالم يبقى مقدس ليك ويتمتع الكل يا ربي بالعشرة الحلوة معك. علم ابنك مش بالكلام لكن حتى في صلاتك حتى في حديثك معه كيف يكون عاملا زي ما الست العذراء كانت عاملة. أحبائي إن حياة أم النور الطاهرة مريم تبقى وستبقى صورة حية لرغبة الله الفائقة أن يعمل بكل أحد مهما كان هذا الإنسان، فيش كبير وصغير وكاهن ومن الشعب وإنسان متعلم وإنسان مش متعلم. ده بيقول أقامني من إيه؟ من المزبلة. يعني يدور كده يلاقي حد جوه زهقان وقرفان وتعبان ومرمي في المزبلة، يقول له مالك يا حبيبي؟ ده أنت في عينيا الاتنين، ده أنت جوه أعماق قلبي وأنا أحب أسكن في قلبك، تحب تيجي وأقيمك لكي تجلس مع أشراف شعبي. أحبائي ربنا إله عجيب كل الجلال والقدرة وإله محب يتنازل حتى إلى المزبلة لكي يقيمنا منها. ليه واحد في المزبلة كده مالك؟ قال له تعبان، لا مراتي مريحاني ولا أصدقائي مريحني ولا جسدي مريحني ولا أحلام الليل مريحاني ولا الأكل مريحني، تعبان من كل ناحية، تعبان من كل ناحية. قال له عينيا الاتنين. لما قال له خلاص لصقت نفسي في التراب قدامك، قال له أنا أقيمك من هذا التراب. وقال زمان يا ربي سمعت عنك بالأذن لكن النهاردة إيه؟ رأتك عيناي. إيه رأيكم في أيوب اللي كان في المزبلة وأقاموا لكي يرى الله بهذه الصورة الرائعة؟ يا ربي من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم لتشرق بنورك في قلب كل واحد فينا، ولنعمل جميعا كما عملت أم النور الطاهرة مريم بصمتها بصلواتها بخدمتها بمشاركتها آلام الصليب حتى النفس الأخير. ربنا يدينا أن نعيش كما يليق كأولاد وبنات لي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.